السلام عليكم، يا اهلا بيكم في مطبخي المتواضع ومعايا ميزاني المتواضع، وهنعمل النهارده كريم للقشره. يلا بينا. اول حاجه انا هجيب السلسليك اسيد واحطها جوه البيكر، وبعدين السلسليك ده اسيد انا هعمله همك حلو قوي بمجموعه من الزيوت. ايه هي الزيوت اللي انا هستخدمها؟ محضره زيوت خاصه بتركيبه القشره، حاطه بارافين وحاطه نعناع وحاطه كمان حريقه، زيت الحريقه، وحاطه كمان قطران، وبكملهم ببارافين. طبعا النسبه كبيره 10% بارافين، وبحطهم في الازازه وبرجهم كويس لساعه التركيبه احطه على السلسلك. زي ما انا هنا عملت، حطيت الزيوت على السلسلك وهبتدي اعمل لها همك حلو قوي قوي. وعلى فكره كده تعتبر التركيبه خلصت. المشكله بقى كلها ان انا اتخلص من كل التحبيبه اللي موجوده دي. انا هنقلها على المورتر وابتدي اقلب. شايفين انا وصلت بيها لدرجه عامله ازاي؟ ان هي زي حليب يا قشطه زي ما بيقولوا. تحفه. الخطوه دي لو احنا عملناها صح بجد بجد هتفرق معانا في الشغل. لو احنا بقى سرعنا وبوظنا وزي ما بيقولوا كده واستعجلنا على التركيبه، هيبقى فيها تحبيبه مش حلوه في شكل الكريم. وتقريبا كده خلاص انا مستعديه ان انا اضيف الخلطه بتاعتنا دي على الفازلين. قاعده الفازلين مناسبه جدا لاي اضافات زيتيه احنا عايزين نحطها. يعني انا لو ما عجبكوش الزيوت اللي انا حطاها لعلاج القشره، النعناع والقطران وكمان زيت شجره الشاي والبرافين، ممكن تضيفوا زيوت انتوا شايفين ان هي مفيده هتستقبلها. انا هنا بدات اضيف اهو مجموعه الزيوت على الفازلين، طبعا مع السلسلك، يعني ده اكيد حاجه اساسيه يعني. وهضربها حلو، ضرب حلو قوي بالميكسر اللي معايا. انا هوصل بيها لدرجه ايه اللي انتوا شايفينها دي، يعني حاجه بصراحه جميله جدا. يعني انا مبسوطه قوي اصلا بالشكل. طبعا الامانه انا هنا ما حطيتش زيت القطران بالذات في الباتش ده، لان صاحبته مش بتحب ريحه القطران. بس يا جماعه لا، ده مفيش غنى عنه، وانا اكيد اللي هحطه، بس هي اللي طلبت مني ان هي مش قابله شويه ريحه القطران، فعوضت عنها بالزيوت اللي انا قلت لكم عليها. بس حطوها يعني لازم تتحط يعني. وهبتدي اقلب كده تقليبه واتاكد ان الملمس بقى كويس مفيش فيها دهون. ده وقت بقى ان انا لو عايزه اضيف لون اغير اللون براحتكم. لو انا عايزه اضيف ريحه حلوه، انا بحب في التركيبه دي بالذات ريحه الحمضيات زي والليمون، الروائح دي الحمضيه اللي تحسوا ان هي متناسبه مع التركيبه. طبعا بعد كده انا بجيب الحلواني وابتدي اشكل زي ما انا عايزه. بحب احط اللي هو الايه اللمسه الانثويه في التركيبه بتاعتنا. عايزين يعني تحطوها كده ساده براحتكم، بس هي كده بصراحه تحفه يعني حلوه، تستاهل يعني، وشكلها مفرح. دي كده التركيبه تعتبر خلص. انا هنزل لكم بقى بالتركيبه بالظبط اللي عايز يعمل لها سكرين شوت. وتعالوا مع بعض كده نقول بعض الملاحظات على التركيبه، اكيد ان شاء الله يعني بتكون مفيده بالنسبه لكم. اول حاجه، ماده السلسليك اسيد دي هي الماده الاساسيه في التركيبه بتاعتنا. طبعا احنا شايفين حطينا 3%. في اضافه ممكن نحط بودره الحريقه للي حابب، هي حلوه ونبات كويس جدا جدا للناس اللي بيفهموا في الاعشاب وكده يعني. في البرافين اختيار مناسب 10% علشان يعمل همك حلو للسلسلك. كمان هو حامل الزيوت اللي احنا هنقولها دلوقتي ممتاز. هنحط زيت نعناع، وزيت النعناع من الحاجات الأساسية، بتدي ريحة حلوة كويس. وبعدين في عندنا كمان زيت أساسي الحريقة. النبات ده حلو قوي يا جماعة، للشعر مفيد قوي في كل الحالات. طبعا أكيد مش هنستغنى عن زيت شجرة الشاي، 0.5% كاختيار مناسب. هو آخره 1% على فكرة، 0.5% حلو. وبصوا القشرة لازم يتحط فيها سواء شامبو أو كريم أو أي حاجة. طبعا اللافندر مضاد للبكتيريا أو الفطريات ممتازة برضو. خدوا بالكم من علامات 1/10 وال1% وال0.5% عشان ما نلخبطش النسب مع بعضها. بعد كده ممكن نضيف بقى طبعا القطران. القطران ريحته نفاذه شويه، مش كل الناس بتحبه، بس هو ممتاز في الصدفيه والاكزيما والقشره. ما نقدرش نستغنى عنه. الزيوت دي كلها مش محتاجه ماده حافظه، هي محتاجه مانع تزنق. يعني اللي هتعملوا زي كده وتحطوا في ازازه وتبتدوا تجهزوها للتركيبه، يعني بنحط مانع تزنق اللي هو الBHT وكفايه قوي. طبعا بقى النقطه اللي انا عايزاه اكلمكم فيها اللي هي الفازلين لحد 100%. فازلين تو 100%. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انتوا بتجمعوا كل التركيبه بتاعتكم وبتكملوا بالفازلين. يعني نفرض ان التركيبه 20 جرام بالمركبات اللي فيها، يبقى انا بكمل ل 80 جرام من الفازلين. يا ريت نفهم المصطلحات البسيطه دي، لان هي اصلا بتساعد في شغل التركيبات. وفي فيديو انا موضحه لكم النسب المئويه وازاي نتصرف في كلمه تو والحاجات اللي زي دي، فيا ريت تشوفوه. انا طبعا بقى نزلت في الصيدليه عندي التركيبه وحطيت عليها الاستيكرات زي ما انتم شايفين، شكلها حلو. اختاروا استيكر بسيط وحلو عشان يناسب التركيبه. انا شايفه ان التركيبه سهله قوي ومناسبه لاي حد عايز يعملها. يا ريت يا ريت تعملوها، وصدقوني هتنبهروا بالنتائج بتاعتها، وناس كتيره هتتبسط بيها. اشوفكم
واشوفكم ان شاء الله على خير في تركيبة اسهل وابسط واحسن من كده ان شاء الله، ومع السلامة.